مساء الخير على حضراتكم. مع حضراتكم أمير عدلي، مدير فاينل تاتش للتسويق العقاري. الناس كل يوم بتسأل احنا في فقاعة عقارية؟ طيب عشان نعرف احنا فقاعة عقارية ولا لا، لازم نعرف الاول يعني ايه فقاعة عقارية. الفقاعة العقارية معناها ان الاسعار تعلى بسرعة وبشكل مبالغ فيه لدرجة تبقى منفصلة عن القيمة الحقيقية او عن دخل الناس. وعشان ده يحصل الموضوع بيمر باربع مراحل. اول حاجة بيكون في طلب حقيقي على السكن. تاني حاجة الناس بتدخل تشتري مش عشان تسكن، لا علشان تبيع بسعر اغلى. تالت حاجة الاسعار تعلى زيادة عن اللزوم. اخيرا بيحصل انفجار، الطلب بيختفي والاسعار بتنهار. وده حصل فين قبل كده؟ حصل في اليابان في التسعينات، حصل في امريكا في 2008 وقت ازمة الرهن العقاري، وكمان في دبي في 2009. طيب امتى ممكن يبقى فيه فقاعة؟ نقدر نقول السوق داخل في فقاعة لو ظهرت العلامات دي. الاسعار تعلى لدرجة تبقى بعيدة خالص عن دخل الناس. معظم اللي بيشتروا عشان يبيعوا مش عشان يسكنوا. المعروض يبقى ضخم جدا والطلب حقيقي. البنوك تبدأ تسهل القروض العقارية بشكل مبالغ فيه، وده ما حصلش عندنا في مصر. احنا حتى وقت ما في دلوقتي قروض عشان خاطر العقار الفايدة بتاعتها عالية. اول مشاريع تتباع على ورق من دون استلام فعلي، ساعتها يبقى فعلا السوق في خطر حقيقي. طب ليه الناس دلوقتي بتقول اننا في فقاعة؟ الناس عندها احساس بكده لسببين. الاسعار فعلا طلعت بسرعة رهيبة، المرتبات تقريبا ثابته، فبقى في فجوه ضخمه بين الناس وبين الشقه. كمان الحملات التسويقيه خلت السوق كله شكله اكبر من حقيقته. فوق ده كله في ركود جزئي، يعني البيع مش بنفس القوه، فالمشتري حاسس ان السوق مش طبيعي. الموضوع حصل ان الفتره اللي فاتت مع الدولار اللي كان عمال يعلى، الناس كانت كلها بتلجأ لحاجه يكون واثقين فيها ان هم مش هيخسروا فيها، فكله لجأ للعقار. مع انخفاض سعر الجنيه مع التضخم الزيادة، فالمواد البناء والأراضي وكله غلي، فحصل يعني انفجار في السعر جامد جدا. فطبعا ده مخلي الناس دلوقتي حاسين ان في فقاعة، لكن الوضع اللي فيه السوق في الوقت الحالي هو ده الوضع الطبيعي بتاع العقار. الانسان يبدأ يدور على العقار، ياخد وقته ويفكر لغاية لما يلاقي حاجة مناسبة ليه. طيب معنى كده ان الاسعار اوكي طالعه بسرعه، لكن ده مش معناه ان في فقاعه. طب الطلب عندنا حقيقي في مصر شكله عامل ازاي؟ احنا مصر بتزيد كل سنه مش اقل من 2 مليون نسمه، ف 2 مليون نسمه على الاقل هيحتاجوا في وقت من الاوقات مليون وحده عقاريه، واللي بيتبني في السوق مش بالارقام دي. فالناس والناس في الوقت الحالي برضو بتعتبر ان العقار ملاذ امن بيحافظ على التضخم، بيحافظ على فلوسهم من التضخم. فالعرض نفسه محدود والتكاليف البناء والخامات بتزيد. مفيش قروض عقاريه عندنا ضخمه زي الازمه اللي في امريكا، حتى في اصعب الوقت عدى علينا اللي هو زي 2011 او كورونا او تعويم الجنيه، الاسعار يا ستت يا طلعت لكن ما وقعتش. طيب السؤال برضو اللي الناس بتفكر فيه، هل العقار ممكن يرخص، السعر يقل عن اللي موجود دلوقتي؟ الجواب ببساطه لا. ليه؟ لأن تكلفة الأرض والخامات زي ما قلنا والعمالة بتزيد كل سنة، التضخم بيخلي قيمة الجنيه بتقل، فالعقار نفسه بيغلى. الطلب موجود طول الوقت بسبب الزيادة السكانية. اللي ممكن يحصل مش إن الأسعار تنزل، لكن إن السوق يدخل في ركود جزئي، يعني الأسعار تفضل ثابتة لفترة طويلة والشركات تقدم عروض أو تسهيلات دفع، وده حصل قبل كده أكتر من مرة. في النهاية الفقاعة العقارية ليها علامات واضحة. احنا دلوقتي مش في فقاعة، لكن في سوق ضاغط بأسعار عالية مع دخل ضعيف، والعقار عمره ما بيرخص فعليا، لكن ممكن يقف في مكانه فترة. انت بقى شايف السوق العقاري دلوقتي فرصة استثمارية ولا شايفه فقاعة؟ شاركنا رأيك في الكومنتات.